شيخ سالم والله مشتاقين لألغازك لأن فيها الحكمة والبديهة ومن غيرهن والله ما تحلى السمرة. صدقت يبا صدقت. اي والله يا شيخ سالم ودنا نسمع منك. على عيني والهرج للجميع. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أنشدكم عن شيء لا جاك روعك، شيء يذكرك بالموت لو كنت ناسي، شيء بين الأجاويد يرفعك ولو يحمله بعض العرب ما يقاسي. وشو يا شيخ؟ وكاد انه السبع والهلال يا شيخ. السبع القمر يا شيخ القمر. لا ما حذرت يا أبو قمر. لو يحمله بعض العرب ما يقاسي. وكاد انه الكحل يا شيخ، وعندي كحل ما له مثيل بين العربان. ما حذرت يا الضيف. وعد تعرفين حل هاللغز؟ وكاد أعرف. قولي. لا، بالأول نسمع الحاضرين وش رح يقولون ونعجزوا عن حلها. أنا بقولها. يا سلطان. ايه يا شيخ؟ وش تقول؟ اقول يا شيخ اقول. قول. وشو يا وضاح؟ الشيب. وكاد انه الشيب يا شيخ. صدقت. الشيب. صح لسانك يا وضاح. وضاح؟ انا اللي جاوبت ما هو بوضاح يا شيخ. تراني شفتك وسمعته وشاورك. ارخص لي يا شيخ ودي اقول لغز. قول يا الضيف. انشدك عن رجال من دون رجلين، له عند الناس قدر وقيمة، اسرع من البرق ومن رموش العين، وله ظالم ولا يحب الظليمة. طال عمرك يبا وجدد الله سنينك. ترى الجواب ملك الموت. صدقت. انت يا وضاح ما يصعب عليك لغز. بعدين انت لا تجاوب الا اخر واحد، لا تفشني من اولها. ايه والله انه فطين وما يصعب عليه لغز. فالح بس بالالغاز لكن بالعشق ما يفهم. اسمعني، الحين بقول لغز واتحداه انه يحلها. يا يبا ارخص لي ودي اقول لغز والضيف يجاوب عليه. بنشدك عن ضيف يضيف المعازيب، يذبح عشاه ولا يذوق الوليمة، يشرب ولا ياكل، يسمع ولا يجيب. وش حلها يا أهل العقول الفهيمة؟ يبا يا وعد، دوم الغازك صعبة. هاي الربع من عندها الجواب. يسمع ولا يجيب. انا يا شيخ اجاوب. قول يا الضيف. حماري، حمار الدواج. الله تكتب. هاي يبا يا وعد، ردي على الضيف. لا يا يبا ما حذر. وش هذا يبا؟ اقول يا شيخ ارخص لي اجاوب. قول يا الضيف. وكاد انه الطفل الوليد يا بنت الاجاويد. مولود وإذا الحل يا ابن الدواج هداك الله. علامكم يا الربع، علامكم. الطفل الوليد. هيا وعد جواب ابن الدوار صحيح؟ اي صحيح، صدقت يا الضيف. جواب اللغز الطفل الوليد. ايش قلت لكم؟ يا شيخ والحين ودي اهرج بلغز، بس ارجاك ودي اللي يجاوب اللغز الشيخ وعد. تفضل يا الضيف. وننشدك عن ضيف يضيف المعازيب، الضيف يكرههم وهم يكرهونه، إذا قلب يقلب من غير ترحيب، ضيف عن الزلات ما يأمنونه، ضيف يحتاج له بعد أحيان تأديب، وإن جاي يغادرهم ترى يمنعونه. وش هو يا بنت الأجاويد؟ الضيف يكرههم وهم يكرهونه. وش حلها؟ وكاد ان الجواب الضرة. اي ضرة الله هداش. هاي يبا يا وعد، ردي على الضيف. بعدني افكر يا يبا. يبا يا وعد، معقولة ما قدرت تحل اللغز وانت شاعرة وفطينة وما يصعب عليه شيء لغز؟ فكري يا بنتي فكري.